أضيف مؤخرا ضوء جديد بين أضواء دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه هذه المرة سطع على سجلات جينيس للأرقام القياسية. بالطبع لقد افتتحنا الفندق منذ 3 أشهر، إذ شهدنا في شهر يناير كانون الثاني طلبا على 800 غرفة بنسبة غطت 57% من الغرف الموجودة، وهذا رقم يدل على الطلب الموجود في السوق لمثل هذه الغرف. إذ لفتت دبي انتباه الناس الذين يتساءلون عن مدى حجم القطاع الفندقي، إذ تحتضن دبي أكثر من 54 ألف غرفة فندقية اليوم، كما توجد أكثر من 20 ألف غرفة قيد الإنشاء. وتمتلك مجموعة ماريوت أكثر من 3800 ملكية عقارية في أكثر من 74 دولة حول العالم، بعوائد تدر عليها أكثر من 12 مليار دولار، وتعتبر فنادق ريتز كارلتون وجي دبليو ماريوت ورينسنس بالإضافة إلى كورتيارد وريزيدنس إن جزءا من هذه المجموعة العالمية الضخمة. لقد كانت السنوات الماضية ثقيلة الحمل على بلدان الشرق الأوسط مع قدوم الربيع العربي. هل تأثرت مجموعة ماريوت بما حل في الشرق الأوسط؟ خاصة وأن المجموعة افتتحت فرعا لها في ليبيا قبل عام على بدء الثورة الليبية. أجل بالتأكيد، فمنطقة الشرق الأوسط تعد من أبرز المناطق السياسية في العالم. إنك تشيرين إلى فندق الماريوت الذي افتتحناه في طرابلس، إذ اضطررنا إلى افتتاح الفندق وإغلاقه خلال 6 أسابيع. لكن المشكلة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي مصر، والتي تعاني منذ عامين من الاضطرابات المتواصلة، وبالطبع فإن مصر هي من أفضل الوجهات العالمية، فالقاهرة تجتذب السياحة على صعيد عالمي، لكن عندما تشهد المدينة المظاهرات فإن ذلك ينعكس سلبا على العمل. ولكن دبي ليست الوجهة الوحيدة التي تتطلع إليها مجموعة فنادق ماريوت، إذ بدأت 3 مشاريع بقيمة 3 مليارات ونصف المليار في المملكة العربية السعودية. لدى السعودية اقتصاد رائع، وذلك بسبب القطاع النفطي المتنامي الذي انعكس على زيادة في السكان، وقد شهدنا بدء الحكومة السعودية في نشر الفنادق عبر المملكة، ونرى بأن هذه فرصة جيدة لمجموعة ماريوت لنتمكن من افتتاح ما يقارب 12 فندقا عبر المملكة خلال ال5 أو ال10 سنوات القادمة.